بيبدأ الفيلم بثلاث مراكب صغيرين وهما ماشيين في النهر، وبيكون في واحد اسمه سارمن واقف وسط أصحابه، وبيكونوا طالعين الرحلة دي علشان يصطادوا تماسيح. وفجأة بيظهر قدامهم تمساح وبيهاجم عليهم، وواحد من اللي معاه بيقع في النهر، وطبعا حياته بتكون في خطر لأن التماسيح بتكون حواليه في كل اتجاه. وبيقدر سارمن إن هو يطلعه وينقذ حياته، وفي الوقت ده بيكون سارمن مجهز السهم اللي هيقتل بيه التمساح، وفعلا أول لما بيقرب منه بيقدر إنه يسيبه، وبيقعوا هما الاتنين في النهر. وسارمن ما كانش عايز يطلع غير لما يتأكد ان هو قتله، وبعد شوية بيطلع وبيروح للمركب بعد ما بيكون قتل التمساح لوحده بكل شجاعة. وبعدها بياخد التمساح وبيرجعوا للقرية، وكل اهل القرية بيكونوا فرحانين بشجاعة سارمن. ولما بيروح لعمته بتكون متضايقة لانه عرض حياته للخطر، وبتحاول ان هي تفهمه ان هو لازم يخلي باله من نفسه اكتر من كده. وفي وقت النوم كان بيحلم بحلم كان بيحلم بيه على طول، وكان دايما بيشوف حيوان بقرن واحد، ولما بيصحى بيحس